تصدر اسم مجدي جرادات. محركات البحث بعد تداول مقطع فيديو يزعم ظهوره فيه برفقة فتاة في أوضاع وصفت بغير أخلاقية، وقد أطلق عليه لاحقا لقب فيديو البرتقالة، في إشارة إلى لون الملابس التي ارتدتها السيدة الظاهرة في المقطع. وإليكم بعض التفاصيل حول ما يحدث. مع اتساع رقعة الجدل وتضارب الآراء، بات الشارع السوري والعربي منقسم بين مؤكد ومشكك، في وقت لم يصدر فيه عن صاحب القصة أي توضيح رسمي حتى الآن. فما القصة الحقيقية وراء هذا الفيديو؟ وهل بالفعل هو مجدي جرادات؟ وما علاقته بالفنانة أسيل الكاشف التي ورد اسمها في بعض المنشورات التي نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؟ وفي هذا الفيديو نعيد رسم المشهد الكامل حول الفيديو المثير للجدل، ونستعرض معكم ما نشر وما يشكك فيه وما يخشى منه في ظل استغلال السوشيال ميديا لأي سقطة حقيقية كانت أو مفبركة. وقد بدأت القصة مع تسريب مقطع فيديو قصير يظهر رجل يشبه مجدي جرادات بصحبة امرأة ترتدي ملابس برتقالية داخل غرفة بفندق. ووفقا لناشر المقطع فإن الرجل هو مجدي جرادات، والفتاة تدعى أسيل الكاشف، وهي شخصية غير معروفة رسميا لكنها ارتبطت اسميا به بعد الفيديو. وقد تم تداول المقطع لأول مرة في مجموعات مغلقة عبر تطبيق تليجرام، قبل أن يتناقل بسرعة إلى منصة إكس وتيك توك، ويتحول إلى مادة للتهكم والسخرية والهجوم في آن واحد. الفيديو تم تصويره بكاميرا خافية موضوعة في زاوية سقف الغرفة. الإضاءة ضعيفة، لكن ملامح الرجل الظاهر فيه قريبة إلى حد كبير من ملامح مجدي جرادات. الفتاة الظاهرة ترتدي سروالا برتقاليا، ومن هنا جاء مسمى فضيحة البرتقالة. لا يظهر في الفيديو أي دليل قاطع على هوية الطرفين من خلال صوت واضح أو اسم معلن، وبناء على ذلك فإن النسبة المؤكدة لهوية الشخصين تبقى غير محسومة تقنيا ولا تزال محل جدل. وقد أثيرت مزاعم بأن الفتاة التي ظهرت في الفيديو تدعى أسيل الكاشف، وهي شخصية غير معروفة إعلاميا،